فيديو جديد، هو الفيديو الخامس. تحتنا أرضية خشبية أو أي أرضية يعني هيك، بس ما تكون مثل الحشائش وهيك، هيك تصير ممنوعة ومنصحت. مشان نتعلم الكاراتيه لازم تكون الأرضية تحتنا فاضية وما فيها أي شيء. هيك بننزلهم وبنوقف على الطاولة، وهلا فينا نتعلم الكاراتيه. هلا أول درس للكاراتيه رح يكون شلون إنكم تواجهوا العدو. أول تدريب هو العدو قدامكم هوني وانتو هوني واقفين هوني هيك، يعني الأستاذ عم يقول لكم عطوني شي حركة كاراتيه تعرفوها بتعملوا هيك. هي أحد حركات الكاراتيه وفي منها كتير، وبكرة كمان رح تكون الحلقة متميزة أكتر لأنه قالكم الأستاذ حمزة بالحلقة تبعيته، لأنه رح نسوي أشكال وألوان منها والحلقات، يعني باليه، كاراتيه، ضرب، رياضة، كل شيء ماشي. وهلأ نحن رح نتعلم قاعدة كتير مهمة. ايه القاعدة؟ هي انه شي بدنا نضرب العدو هو عدونا، يعني نحن ما بنحبه وبيخربنا أرضنا وأراضينا وهيك وبيوتنا، مثل يعني بشار الله ينتقم منه. وهلأ رح نبلش القتال. لازم نحن وقت بنبدأ لازم نساوي هيك، يعني هيك يعني رح نبلش الضرب هيك، نقولوا له تعال، بيجي لعنا مندور هيك، بيجي لهون مندور هيك، بيجي لهون مندور هيك، وبعدين بنضربه هيك. هي قاعدة لازم تساووها بأول تمارين الكاراتيه. هلا نحن ما حنستغرق بالحلقة كتير، يعني بكرة رح نخلي الحلقة تكون أكبر وأحلى، وأنا وأستاذ حمزة رح نحضرها بالتأكيد، ورح نعلمكم شلون الضرب الكاراتيه. وهلا نحن رح نعلمكم هلا حركات كاراتيه مثل هي، يعني أو هي أو هي، أو يعني بنساوي له وقدامنا العدو هيك. نحن هلا تعلمنا شي كتير مهم. وباي باي، اعملوا لنا سبسكرايب ولايك، وباي باي.